أنا حاليا في المدينة المنورة ومنطلق على الدوحة. ساعة وأنا بالطريق زي ما تشوفون. في ناس ما شافوا خط السفر بين المدن في السعودية، ما في إلا قوة ظلام. شروق الشمس هلا بالأجواء الزينة. إحنا حاليا في نص الطريق، وقفت هنا عشان أريح شويتين. أخيرا الحمد لله الحمد لله، أبشركم وصلت قطر بالسلامة. بوب، وأخيرا وصلنا مطار حمد الدولي. أشوفكم من الدوحة إلى سيول عاصمة كوريا. تشاو. أول ما وصلت المطار كنت بروح هناك، شفت مكان فاضي قالوا لي الف، طلع مكان ذاك للمواطنين، وهنا ما ادري شكل المقيمين، قالوا لي روح اخر شيء. شوف الزحمه كيف. يلا عدي من هنا والامور طيبه ان شاء الله. ايوه يا اخوان، بعد ما عدينا الجوازات وبعد ما استلمنا الشنطه، شفت الزحمه كيف. طولت وخلصت. المهم بعطيكم تعليمات على الخفيف. دائما عامه في المطار اذا جيت حاول تصرف مبلغ بسيط. انا حاولت اصرف $50 بس ما عندي الا $100. كلهم قالوا ما في صرف، متفقين. فاجيب معاه $50 هنا لكوريا. طيب تجون من المحل هذا زي ما تشوفون، بعد ما تحول العمله تيجي هنا سوبر ماركت صغير، تروح الكاشير تطلبهم البطاقه، نفس البطاقه هذه. ايوه المهم اسم البطاقه تي ماني كارت. طيب الحين احنا راح نشوف ايش نسوي. البلوه انه ما عندي شحن 10%، وما جبت معي فيش الكهرباء، وهنا الفيشه الكهرباء عندهم ابو 2. نتورطنا. دخولي عجيب لكوريا. جيت لقيت الناس كلهم يشحنون، فطلبت منهم مساعده، ما قصروا معايا. اخذت منه الوصله، هذه توصيلتي انا. اخذت الوصله منه لانه هم عندهم ابو 2. اخذت الراس، كلنا اشتركنا بالوصله. ثانك يو. فهنا عفشي. والخطوه الثانيه راح ناخذ شريحه، راح اوريكم كيف ناخذ شريحه، بس خليني اشحن الجوال لانه ما في الا 10%. الحمد لله انقذني الكوري، ما ادري هو كوري ولا ياباني. فاشحن الجوال، بعدين اوريكم من وين ناخذ شريحه، وبعدين كيف نستخدم. خلينا اوريكم البطاقه. زي ما تشوفون هنا البطاقه اشتريته من المحل هذا. خلاص اول تشوفون المحل هذا معروف، سوبر ماركت صغير. خذوا البطاقه هذه فاضيه، نعبيه من المحطه هناك. تقدر تستخدمه للمترو وللباص. اسمه تي ماني كارد. راحوا الله يعطيهم العافيه، ما قصروا. بعد ما شحنوا لي راحوا. انا دحين تورطت، عندي 20%. اروح اطلع شريحه بسرعه، وبعد ما اطلع شريحه لازم الحق القطار، لانه انا ماشي بالوصف. لو جوالي طفى راح انام هنا في المطار. لا مو مشكله، اخر حلول نقدر نشتري وصله هنا عادي، ما في مشكله. فالحين اروح اشوف لي شريحه، واوريكم برضه وين ناخذ شريحه وين ننطلق، كيف نستخدم المترو، نشوف الامور هذه مع بعض. تشاو. وصلت المحلات هنا اخذ لي شريحه. شايفين شركات كثيره. خلينا نشوف الاسعار عشان ناخذ فكره ما نستعجل. شوف الاسعار على كيفك، اختار على كيفك. هنا يقول لك اليوم 6000 3 نفس كلهم نفس الاسعار. وات هابن. بالقوه جالسين يفعلون جوالي. هو شو انا متاكد انه برا الاسعار افضل، بس قلت خلاص عشان اخلص اخذت ال 15 يوم نت مفتوح ب 55,000. وهذا هو المحل، كل المحلات نفس الاسعار. Pay by card? نو كاش. Which one better, this one or this one? Same? اشتريت البطاقة هذه مع الشريحة، أعطوني بطاقة مجانية، بس يلا اشترينا هذه. اوكي. Now everything okay? Yes, all done. Thank you. كذا أخذنا شريحة، بس أبدل الشريحة. يقول لك لا تغير هنا، روح غير بعيد، ادلف. خليني أروح مكان أشوف لي زاوية هناك أغير شريحة. زحمة يا ناس، دنيا زحمة. لقينا طاولة هنا بس. ممتاز، بيرفكت. بس سريع أغير الشريحة. الحمد لله خلصنا والأمور طيبة. خلاص فعلنا الشريحة، بس المصيبة وين؟ باقي 21%. ما نعرف الشحن ذا يوصلني لين البيت ولا لا. صاحبنا ذاك انقذني ما قصر معايا، فما نعرف صراحة، متورط. بس نطلع نخترع نشوف، لأنه أحتاج الجوال، لازم بدون جوال ما أقدر أوصل. من وين أجيب اللوكيشن؟ البداية حلوة صح؟ يلا راح أطلع أحاول أشوف كيف أشحن الكرت، لأني راح أحاول أشحن، راح أشوف المواقف وين. فالموضوع ياخذ وقت، عشان كذا شايل هم الشاحن. يلا خلينا نلحق، ما في وقت. نشوف مواقف الباصات وين. باص تاكسي هو قدامي اهو، المخرج قدامي. لقيت واحد هنا بيساعدني، يوديني وين اروح. اتس فول. Yeah, it's full. It's underground. You can't show me from here. Yeah. So here is Okay. number, yeah. Now we are. Yeah. Yes. It's P1. P1 is underground. Underground. Yeah. It's off. We're going up. Yeah.
يساعدني. ثانك يو. لازم انزل تحت اخذ المترو، بعدين اروح على باصات ثانيه، لانه الباص من هنا ما يوصلني دايركت. الباصات المسافات قريبه والموقع بعيد جدا. الموقع وين راح تعرفون وين انا رايح بالضبط. اتس اوكي. اتس اوكي. حط اغراضه فوق بس عشان يساعدني. قلت له عادي، قال لي عادي. انا المطارات لانه دائما ما يخلونا. ثانك يو سو ماتش. يو هيلب مي. والله انهم يلا هذه بدايه طيبه انه الشعب يحب المساعده. Your name? Sunny. Sunny. My name is Ahmed. أحمد. Yes. والله يا اخوان ما قصر معايا. يعني حتى ما اقدر اشرح لكم لانه جابني لين هنا. خلاص اخذت تذكره من هنا، ما شحنت الكرت. اخذت تذكره. هو كمان ما عرف طريقه الشحن. قلت اهم شيء اوصل قبل الجوال يوصل. اخذت شحن الى المحطه، بعدين من هناك راح ناخذ الباص ونكمل. يلا راح نمشي نكمل طريقنا. شعب ودود، شعب الكوري. ساعدني ومشى بسرعه كذا، ما اداني فرصه اودع، وقال باي باي وراح. هنا كيف تخدم المترو اللي موجود في المطار. سهل، معروف زي مطار. فتح الباب، اخذ المبلغ، قال لي ثانك يو ويلكم. طيب يا حلوين، شوفوا انا حاليا بروح للمحطه هذه، هونكو يونيفرسيتي. قال لي يسار. حلو. في المصعد هنا وراح ننزل من هناك. ممنوع تنزل بالعفش من هنا، ففي المصعد كذا. نزلنا تحت. اول شيء اتاكد اي قطار راح يروح لمحطته. شنو هذا بالغتم؟ لا في انجليزي. محطتنا وين؟ خلاص بس لقيت الموقع حقنا. شوفوا ثاني محطة. امورا طيب. يعني القطار هذا يا اخوان سعر التذكره اللي اخذتها هنا في المطار، انا قاعد اتكلم صوت واطي لانه هنا في كوريا تقريبا في المترو انه ما تتكلم، يعني تلاحظون هدوء. تقريبا انا بس قاعد اتكلم. المهم سعره 13 ريال بحدود $3. بعدين راح اكمل بالباص ان شاء الله. الحين يطلع المترو، بعد ما انزل المترو راح يطلع الباص واوريكم الطريقه برضه. كان القطار جانا. لازم اوثق لكم كل اللحظات لوصولي للبيت. ليش قاعد اقول بيت ما قاعد اقول له هوتيل؟ لما اجي هناك راح تعرفون. يلا خلاص جاء القطار، دحين راح نطلع ونتوكل الى موقعنا. بعد كذا في الباص. لا والله يتكلموا بالمترو، توقعت ما حد يتكلم لكن في شويه كلام. اخيرا وصلنا. البيت بعيد. هو مو فندق، قاعد اقول بيت. لما اجي هناك راح اقول لكم القصه. لسه راح اخذ باص واكمل طريقي ان شاء الله. المسافه هذه كلها ب 13 والله يعتبر ولا شيء. يلا قبل ما اطلع راح اشحن البطاقه هذه عشان استخدمها في الباص. تقدر تستخدم الباص والمترو كمان، بس انا اشحن من هنا افضل. كذا شحن. ثانك يو. راح اوريكم كيف تشحنون. اذا جيتوا هذه محطات المترو هنا، المحل هذا هو زي سوبر ماركت. يسالون في تشارج ولا لا، يقول لكم في، توكل يشحن. خلاص انا شحنت عشان استخدم الباص. عبيت ب 5000 ما ادري كم مشوار يوديني، بس مو مشكله. هو تطلع المترو تعبي حتى لو ما في شيء في البطاقه. ايوه خلاص. يلا راح اطلع فوق، راح اوصل الى الموقع، راح نكمل تغطيتنا لكوريا. افتح حلوه. عندهم برنامج معين تستخدمه هنا اسم البرنامج زي ما تشوفون نيفر ماب. جوجل ماب قالوا هنا لو يشتغل يعلق ويسوي لك حركات، عشان كذا افضل تحمل البرنامج هذا. خلاص حطيت اللوكيشن، وراني الخطوات كيف امشي. 6 دقائق مشي، بعدين اطلع الباصات هذه، اي باص من الباصات الثانيه، بعدين امشي 11 دقيقه اوصل للموقع. يلا راح اطلع برا. للامانه تعبان. بعد كذا ما اسوي الليل، ما اوصل الموقع، ركوبي للباص، الاشياء هذه كلها ما اسوي لان انتهيت فعلا انتهيت. غير كذا اصلا باقي 15%. خلينا نلحق قبل ما الجوال يطفي. اشوفكم من الموقع اللي بعد ما اوصل هناك راح اقول لكم الموقع. يا اخوان الحمد لله بعد المعاناه، وللامانه جوالي طفى. جوالي حاليا ما في له اي شيء. طيب من اول قاعد اقول لكم وين رايح. انا اقول لكم وين رايح. تتذكرون صاحبي اللي تعرفت عليه في كوريا، في جورجيا، الكوريان؟ يا جماعة الخير، هنا في باتومي تعرفت على الهوستيل من كوريا الجنوبية. Introduce yourself. عرف بنفسك يا مستر آن. Hello everyone, I'm from Korea.
of course, South Korea, and I'm traveling around the world. انا وهو اتفقنا على اساس نتقابل هنا في كوريا ان نصور محتوى مع بعض، بس للاسف هو سافر على اوروبا. المفروض يسافر شهر 5 لكن يضطر يسافر شهر 4، عشان كذا ما راح اقابله. والله العظيم ما قصر، قال لي خلاص احنا ما دام توعدنا نتقابل وما تقابلنا راح اخلي لك البيت مفتوح، اول ما تيجي هناك كلمني راح ادلك وين. المهم زي ما تشوفون اخذت المترو ومشيت مسافه طويله، بعدين اخذت الباص، او ما صورت لكم الباص، تورطت طلعت الباص والشنطه ثقيله مع الهز. المهم الحمد لله وصلت، كان باقي 3%. وصلت عند باب البيت وراني كيف افتح الباب ودخلت جوا. سبحان الله اول ما دخلت جوا قاعد اصور له البيت طفى الجوال. والمشكله هم عندهم الفيش ابو 2، يلا هذه المعلومه خذوها على الطاير، اذا جاء من هناك جيب فيش هذا ابو 2 اللي يحول ابو 3. المشكله هنا الاضاءه ضعيف، لو الاضاءه قويه اوريكم كيف. شايفين كيف ابو 2؟ يعني لازم تجيب هذا اللي يحول ابو 2 على 3. مستر ان if you watching this video thank you a lot. ناخذ لفه في بيتهم، خلال البيت كامل، اهله مو موجودين، قال لي البيت عندك خذ راحتك. فراح نشوف البيت مع بعض. يعني صراحه للامانه توفقت وتعرفت على شخص الله يعطيه العافيه، هو وثق فيا ثقه عمياء لانه خلى البيت فاضي واعطاني الرمز وما حد في البيت، متخيلين؟ يعني صراحه اشكر على هالثقه. طيب هذا المدخل، هذا الباب، اول ما تدخل هو يحب البسس، اتوقع هذه رسمه بسته. تمام كذا يكون دخلنا في البيت. هنا الصاله، وهنا دورات المياه الله يكرمكم، الحمام يعني حلو. وهنا الصاله، وهنا قال لي الغرفه هذه لا تقرب من الغرفه هذه، غرفه ابوه اكيد ما راح يقرب. زي ما تشوفون هنا تلفزيون، هنا صاله، يعني بيوتهم صراحه. لا معليش، هنا غرفه ابوه. هذا هو اللي ما يعرف آن، لو تذكرون فيديوهات جورجيا هذا هو آن، وهذا ابوه وهذه امه. الغرفه هذه صراحه ما ادري، ما راح افتح الغرفه لين متاكد، لان جوالي طفى صراحه وما في شيء ب3 ما في. وهنا المطبخ. طيب خلينا نفتح الاضاءه. الجميل المطبخ، شوفوا المنظر هناك يا اخي، الناس هذول عايشين، شايفين؟ ما ادري هذه ملكيه يعني خاصه فيهم ولا عامه الحكومه، ما ادري، بس في كل شيء. ميكروويف. انا راح اجلس هنا لمده 12 يوم. قال لي البيت بيتك. للامانه توفقت الحمد لله. ان شاء الله اهم شيء الفيديوهات تكون حلوه والفلوجات تكون حلوه. وهنا اتوقع الثلاجتين. وهنا غرفه المعلم آن، هو من محبي نادي دورتموند الالماني. شوفوا التيشيرتات كيف، 1 2 3. علما هو الحين في اوروبا وتابع كذا مباراه لاتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا وفي الدوري. هنا السرير تبعه. هنا منتخب، اتوقع انه هذا لواحد من كاس العالم عليه توقيع. هنا الارجنتين. هنا اتوقع برضه حارس هو حارس، هذا التيشيرت تبعه. والدراجه شكله اخذ الدراجه وطلع برا، ما ادري ليش كاتب بالعربي عشان. وبما انه هو راح دول عربيه ومبسوط من العرب ومبسوط من الشعب العربي، مره مبسوط. طيب هذه الغرفه الداخليه تبعه، الغرفه اللي يعني هو يوتيوبر يمنتج هنا، واكيد يلعب العاب هنا، جيمزر يعني. هنا ما ادري ايش يخترع. انا لو عندي نت كنت اساله شنو هذا، شنو هذا يا مستر آن؟ لا هو صراحة موهبة، يسوي أشياء مرة كثيرة. راح أسرق لي صورة، أنا أحب أجمع صور زي كذا، عندي صور كثير للشباب، أخذ من هذه من النوعية الجديدة، بس أكيد راح أسأل وأخذ. المهم يا أخوان كذا هذا اليوم الأول بعد ما وصلنا لكوريا الجنوبية. الأشياء الغريبة لما جيت ما في شاحن، وزي ما قلت لكم الفيش ما موجود هنا. إيش سويت؟ قلت لي وصلة أقدر أشحن فيه الباور بانك، زي ما تشوفون الباور بانك. جالس أشحن الجوال من الباور بانك. شحن بطيء وانا بطلع برا بسوي لي فيش. ما اعرف ايش اسوي صراحه، تعبان. بس بوريكم، سالت قلت له في مطعم حلال قريب من هنا، لانه هو زار دول اسلاميه كثير فيعرف الحلال من الحرام. والله كفو. اسمع ايش قاعد يقول. I'm sorry, Ahmed. You cannot find a halal restaurant really easy in Korea because we eat pork a lot. قاعد يختصر، يقول ما راح تحصل مطاعم الحلال بسهوله هنا في كوريا. فقلت له مش قاعد يقول لي في اكل، ما يدري اني جاب معايا بعض الاشياء هنا في الشطه الكبيره هذه، لكن مو مشكله والله مو مقصر. شوف ورانا الواي فاي، هو مو موجود، هو في اوروبا، مو مقصر الله يعطيه العافيه، قاعد يرسل لي اشياء. تغطيتنا مستمره. انا ما نعرف اطلع اليوم اصور شيء ولا لا، لاني تعبان منتهي. زي ما قلت لكم شفت الرحله كم تقريبا 23 ساعه.
12 ساعة من المدينة إلين الدوحة، وبعدين من الدوحة لأبو ظبي ساعة، بعدين ترانزيت ساعتين، بعدين 8 ساعات ونص، تقريبا 23-24 ساعة يوم كامل. واو واو. فشوف، هو أنا كذا راح أطلع برا أدور الفيش عشان جوالي طافي، ما أدري أطلع أصور ولا الظاهر ما أصور، أطلع سريع أدور لي فيش، أرجع عشان الجوال، أشوف خطة لبكرة إيش أسوي، واليوم أخذ جولة خفيفة كذا أصور لكم ستوريات. طيب يا إخواني اللي بيشوفوا ستوريات خلف الكواليس، الأشياء اللي قاعد تصير في كوريا الجنوبية أو الدول الثانية أو بشكل عام يعني، راح أحط لكم سنابي هنا وحساب في الانستغرام هنا، واما بالنسبه للفيس وتويتر راح احط لكم تحت في الوصف، حتى السناب والانستغرام تحصلون بالوصف. تابعوني هناك واستمتعوا بتغطيه كوريا.